الفيديو ده ليكي. لو نفسك ان انت تبقي ام مثاليه وتعرفي انك توازني بين كل حاجه في حياتك، بس ده مش معناه ان دايما هنكون بيرفكت. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومه المفيده لكل ام. كلنا بنحاول ان احنا نكون امهات مثاليه، المهم دايما ان انت تكوني قادره تدي طفلك الحب والرعايه والاهتمام. اول حاجه خلي دايما عندك توازن بين مسؤولياتك الشخصيه والعائليه. مش لازم ان انت تفرغي وقتك كله للطفل بس، لازم كمان تهتمي بنفسك وتكوني قدوه لابنك في كل سلوك. الاطفال بيتعلموا مننا اكتر من اي حد تاني، وخصوصا الامهات. خليهم دايما يشوفوا منك الصدق والاحترام والمثابره، ودايما خليكي موجوده لما يحتاج عشان تقدري ان انت تدعميه في دراسته او تسمعيه. تالت حاجه حاولي انك تتفهمي مشاعر طفلك واحتياجاته النفسيه. الاطفال دايما مش بيعرفوا يعبروا عن نفسهم بالكلام، فدايما كوني حريصه على ملاحظه تصرفاتهم ومشاعرهم، وخلي بالك من صحتهم النفسيه زي ما بتهتمي بصحتهم الجسديه. خلي دايما عندك وقت للاستراحه. الام اللي بتهتم دايما بنفسها بتقدر دايما انها تهتم باطفالها بشكل افضل وتدي افضل من اي حد. مش لازم ان انت تكوني ام مثاليه في كل حاجه، مهم ان انت تبقي متواجده وموجوده وداعمه لطفلك، وبتقدري انك تحبيهم بشكل صحيح. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وشاركيه مع صاحبتك، واي حاجه محتاجين نتكلم فيها اكتبيها لي في الكومنتات.